بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين، أواخر رمضان وبعود الأيام الشهر الجميل الكريم. عندنا النهاردة بقى يا جماعة أكلة تراثية حرشة جميلة جدا. الكشري الاسكندراني. حاجة كده يعني هتفصل الجو اللي احنا كنا عايشين فيه في رمضان بقى واللحوم والكلام ده. قلنا النهاردة نغير بقى ونعمل أكلة جميلة من الأكلات التراثية بتاعتنا. عندنا هنا شايفين يا جماعة معايا الكشري جميل ازاي ومفلفل، والبصلة اللي هي التقلية بتاعته زي الفل، وعندنا دقة وعندنا صلصة. عايزين بقى نعرف هنعمل كل الحاجات دي ازاي. اول حاجة معانا مقدار الرز والعدس. عندي كوبايتين من الرز، قدامهم كوباية واحدة من العدس، وعندي كوباية من الشعرية. اهم حاجة ان الرز يبقى ضعف العدس. هتحطي كوبايتين رز تحطي كوباية عدس، هتحطي 4 رز تحطي 2 عدس، وهكذا. عايزة تقللي عايزة تكتري امشي بنفس السيستم ده. وكوباية من الشعرية. ومعانا هنا طاسة واسعة فيها شوية زيت كويسين. حطيت فيها 4 بصلات متقطعين رفيع زي ما احنا شفنا كده. وحطيت على العين التانية كوباية الشعرية في حبة زيت صغيرين يتحمروا. خلاص كده البصل طالما انا حطيت عليه زيت مظبوط هيطلع بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. البصلة كده طلعت في منتهى الجمال. هبتدي افصل وانشل التقلية من الزيت اللي انا هحطها على وش الكشري. كده تمام معانا الخطوات كلها مظبوطة. هنشل التقلية بتاعة وش الكشري، وهسيب شوية بصل صغيرين احطهم على الرز والعدس مع الزيت اللي موجود في الطاسة دي. انا مش هرمي طبعا الزيت ده بتاع الكشري. معانا هنا الشعرية اتحمرت خلاص. هنزل بقى بالزيت اللي انا حمرت فيه البصل اللي شامم بقى ريحة البصل وجميل. وهحط شوية بصل صغيرين مع الكلام ده كله. وغسلت طبعا العدس والرز وحطيتهم على الكلام ده كله ماشيين كده مظبوط. وعلى العين التانية لازم يبقى عندك مية مغلية. تحطي مية مغلية، دي بتفرق يعني 90%، هي ده اللي بيعجن العدس والرز. عندنا هنا حبة كمون وشوية من الملح طبعا زي ما هنشوف كده. والمية المغلية جنبي ببتدي اظبط المية بتاعت الرز والعدس. المية عادي جدا بحطها نفس سوى الرز كأنك بتسوي رز عادي خالص. اظبطي نفس ظبطة المية بتاعت الرز، هيطلع معاكي في منتهى الجمال بالمقادير اللي احنا قلناها دي وبكمية الزيت الوافية اللي احنا قلنا عليها. خلاص كده تمام. كده معايا الكشري خلص. كده بقى هنروح للصلصة. دي الصلصة يا جماعة المركزة اللي احنا عاملينها مع بعض. طبعا هي مركزة جدا. انا خدت منها شوية على قد الكمية. هحط 3 معالق من التوم الني. ما بحمرش التوم للصلصة، بيفرق وبيبقى اجمل وطعمه احلى وريحته احلى. وبحط شوية زيت، وبحط شوية من الكمون وشوية من الملح. الصلصة ما بتاخدش اكتر من كده. شوية كمون وشوية ملح وتوم وزيت. طبعا هي عشان مركزة بخففها بشوية من المية عشان تلف على النار وتتسبك تبقى خفيفة نعرف ناكلها. كده مظبوط. هرفعها بقى على النار واخليها تتسبك عشان تبقى جاهزة للأكل. معانا هنا بقى اصل الأكلة بقى الجمال كله، الدقة بتاعت كشري الاسكندراني. عندي 4 5 قطيات كده حلوين بقطعهم تقطيعة رفيعة، مش زي تقطيعة السلطة، لا هي تقطيعة رفيعة قوي. وبحط معاهم توم مهروس وكمون وملح. وطبعا لازم يا جماعة نحط هنا شطة بودر عشان تبقى دقة حلوة كده. ومعايا نص كوباية من الخل، وهنحط نص كوباية كمان من المية زي ما هنشوف دلوقتي. حطينا نص كوباية من المية ونص كوباية من الخل، ونقلبها وتستنى نص ساعة كده قبل الأكل تاخد من بعضها وتبقى ريحتها وطعمها في منتهى الجمال.
تاكلوها بألف هنا وشفا. كده الصلصة معايا اتسبكت، وعملنا الدقة خلاص. أظن مفيش أسهل من كده. أكلة جميلة وسهلة وحرشة وتفتح النفس زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى الجمال؟ يعني حاجة كده تغيير وحاجة خفيفة جدا. عندي هنا الصلصة خلاص، وعندي شايفين بقى البصلة طالعة حلوة ازاي، ولا حطينا بقى نشا ولا دقيق ولا الكلام ده كله. انتي بس ما عليكي الا انك تسخني الزيت وتحطي البصل جواه في حاجة واسعة. والرز طالع معانا ما شاء الله بالعدس مفلفل وزي الفل زي ما احنا شايفين كده. تاكلوه بألف هنا. عايزين لايكات بقى يا جماعة كتير قوي للأكلة الجميلة التراثية دي. وكل سنة وانتوا طيبين. افتكرونا بقى بدعوة حلوة بظهر الغيب في أواخر رمضان إن شاء الله. وتحياتي ليكم.